تقييم اللاعبين النادي الاهلي في مباراه القمه. هنبدا على طول بمحمد الشناوي. محمد الشناوي عمل مباراه كبيره جدا جدا، كابتن النادي الاهلي هديله 9 من 10. هنروح على طول على الباك يمين، عندنا محمد هاني. محمد هاني الوحيد في النادي الاهلي اللي كان بيرفع عرضيات في هذه المباراه، فمحمد هاني يستحق برضه 9 من 10. الباك ليفت عندنا فيه احمد نبيل كوكا، وانا مختلف مع احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا مش عادي ينفع يفضل في الاهلي. احمد نبيل كوكا مستواه سيء جدا جدا في النادي الاهلي. ثنائي الدفاع كان عندنا ياسر ابراهيم وياسين مرعي. انا هنبدا الاول بياسر ابراهيم. ياسر الرجوله. ياسر ابراهيم ده راس ياسر الرجوله، فياسر الرجوله يستحق 8 من 10. وعندنا ياسين مرعي انا هديله 5 من 10 بس، لان بسبب الغلطه اللي تسببت في ضربه جزاء لنادي الزمالك، مع ان هي مش ركله جزاء. هنروح على طول على نص الملعب، عندنا كابتن مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. مروان عطيه كان عامل ماتش جامد بسم الله ما شاء الله عليه، هياخد برضه 7 من 10. ومحمد علي بن رمضان كان متلخبط، ما كانش فايق في الماتش ده، هنعطي له 8 من 10. هنروح على طول على طاهر محمد طاهر يستحق 5 من 10 لانه عمل ماتش سيء جدا جدا. وفي الباك يسار عندنا الكابتن محمود حسن تريزيجيه. رجل تريزيجيه، الرجل المجتهد الذي يلعب ويقتل نفسه ويموت نفسه من اجل النادي الاهلي، فتريزيجيه يستحق 10 من 10 ايضا. وعندنا في الهجوم طبعا محمد شريف كان اداؤه سيء جدا جدا، ياخد 6 من 10 عشان الكره اللي عملها لحسين الشحات اللي هو سجلها هدف. واشرف بن شرقي عمل مباراه رائعه. اشرف بن شرقي لمساته في الكوره ما بيغلطش، اشرف بن شرقي بيلمس الكوره لمساته في الكوره لمسات عالميه، فاشرف بن شرقي يستحق 8 من 10. طبعا اللاعيبه اللي نزلت عندنا في التبديل، نزل عندنا مين؟ حسين الشحات النينجا. حسين الشحات 10 من 10. حسين الشحات نزل في 6 دقائق فقط، سجل هدف وصنع هدف، فهو يستحق 10 من 10. طبعا احمد عبد القادر وديانج واللاعيبه الثانيه ديت اللي ما نزلوش ال 4 دقائق فقط فما لهمش تقييم. دي كان تقييمي لمباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك.